عقل الإنسان الجهاز الأكثر تعقيدا في الكون، الوحيد الذي يتحكم بتصرفات الإنسان وأفعاله. لكن التكنولوجيا قد تتمكن أخيرا من فك الكثير من الألغاز الطبية والعلمية التي تحيط بالعقل. فقد تمكن علماء جامعة أوهايو الأمريكية من تنمية دماغ كامل في المختبر، تجربة تحمل تحديات كثيرة وتفتح أبوابا أكثر، خاصة فيما يتعلق بموضوع الأمراض الجينية والنادرة. هذه الكتلة المؤلفة من خلايا عصبية وألياف ستكون أداة بحثية لاختبار أدوية جديدة دون الحاجة إلى استخدام حيوانات المختبر، وتأتي على رأس أولويات التجارب على هذا الدماغ المخبري أمراض عصبية كألزهايمر وباركنسون، إضافة إلى أمراض نادرة الحدوث لا يمكن التنبؤ بها ومعرفة أسبابها كضمور الأعصاب والمخ. الدماغ المخبري الصغير هذا الذي يماثل حجم ممحاة قلم ويعادل مخ جنين عمره 5 أسابيع تم تطويره من خلايا جذعية وجلدية أعيدت برمجتها وتنميتها لتصبح نسيجا عصبيا. وبحسب موقع ساينس ديلي الأمريكي فإن هذا الاكتشاف يعد ثورة طبية عالمية، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الوراثية. ويقول الباحثون إن بإمكان أي شخص التبرع بعينة من جلده ليتم تطويرها في المختبر كنسيج عصبي يمكن العلماء والباحثين من فهم آلية مرض معين وكيف يتطور. بقي أن نذكر أن هذا المخ المطور في المختبر لا يملك محفزات حسية ولا يفكر بشكل من الأشكال، لأن المضي أبعد من ذلك يتطلب أبحاثا مطولة قد تستغرق سنين طويلة. وينضم إلينا في الاستوديو استشاري ورئيس قسم الجراحة العصبية والعلوم العصبية في مستشفى النور الدكتور عصام الخوري. أهلا بك دكتور معنا في سكاي نيوز عربية. أولا دكتور، ما رأيك في هذا الإنجاز الطبي؟ شكرا ست نبيلة وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور. البداية تبع تعليقكم كانت كتير بشعة والنهاية كانت كتير حلوة. للأسف لم يتم، أو الحمد لله لم يتم تطوير دماغ في المختبر. تم تطوير بعض الأنسجة العصبية على شكل دماغ، وهذا الشيء اللي استدركتوه أنتم بالنهاية وقلتوا أنه الفانكشن البرين فانكشن يلي هي الكمبيوتر الكبير تبع كل الجسم وتبع كل الدنيا. أوكي، هذه لسه ما وصلوا عليها. بالحقيقة التقرير هذا طلع من جامعة بأوهايو، من جامعة بأوهايو ب20 أغسطس، وبنفس اليوم طلع مجموعة من العلماء رجعوا درسوا هالموضوع، قالوا يا عمي انتوا شو عم تعملوا؟ We are not so far. اوكي، الموضوع مش موضوع انه طورنا دماغ او انتجنا دماغ. نعم، طلع انتاج انسجه عصبيه، بس لحديت هلا في تعليقات. لماذا عرضت على فكره تطوير دماغ دكتور؟ مدام اول شيء انا بتجنب ادخل بمواضيع مش من اختصاصي، مثلا المواضيع الشرعيه والمواضيع الانسانيه والمواضيع الاخلاقيه. حتى يا طويله العمر في عندنا مجلس الشيوخ الامريكي اقر بالاجماع، مجلس الشيوخ الأمريكي يحظر استنساخ البشري. نعم. في عقوبة بأمريكا هي $1 مليون وحبس 10 أشهر لأي باحث بيروح باتجاه الاستنساخ البشري. طب إذا من هذا تطويره الآن دكتور نود أن نفهم، هي عبارة فقط عن أنسجة، يعني هو دماغ لا يفكر؟ طبعا حتما وما في مجال نعتبره دماغ. طيب إذا لماذا تعترض دكتور؟ أنا بعترض على إنه العالم عم بتخمن إنه عملنا دماغ. نعم. اوكي، طوروا قلب اصطناعي، قلب زراعي، قلب رئة، كبد. اوكي، بس دماغ سلسلة معقدة، مش هي مجرد شبكة من الخلايا. طيب تطوير هذه الأنسجة ما أهميتها؟ لو سمحتي، أهمية إلها أهمية طبعا، بس مش نروح نفكر ونقول اوكي هذا دماغ اصطناعي، او نحن يا بشر
قادرين انه نعمل دماغ. هذا الحديث الحين بكل مفهوم، وانا ماني من الجماعه المتعنتين اللي بيقولوا لا هذا ممنوع هذا مش ممنوع. طبعا في كثير شغلات انسانيه واخلاقيه ممنوع وممنوع، حتى الكونغرس قالوا لك لا. حتى مجمع الفقه الاسلامي اللي اجتمعوا بالرياض بالمملكه العربيه السعوديه بجده اسف، قالوا 1997 الاستنساخ ممنوع. نعم وضحت الفكرة دكتور، بس خلينا نوضح الأنسجة. يعني هذا الاختراع. أوكي، مباشرة بنفس اليوم طلعت مقالات كثيرة من علماء اختصاصهم الاختصاص. نعم. حتى نشرت بالديلي نيوز اللي انت شايفتيها هون، وبتقول لك انه لا. ب 2013 احد الناس اللي بيشتغلوا بهالمواضيع يلي هو يورجن كوبليك، هو رئيس الموليكولر بايو ميديكال بايو تكنولوجيال انستيتيوت بفيينا، وصل لانتاج مشابه تماما وصلوا عليه الجماعه من كم يوم. اوكي، بس بيقول لك انه هذا از نوت فانكشنال، وهو وقف تجاربه لانه وصل لحد شاف انه لا انا هذا ما راح ينفعني، هذا مش دماغ هذا نسيج. نعم. خلينا على طول نبقى على موضوع انه هذا نسيج عصبي وليس دماغ. يعني هاي الكلمه مش حلوه ابدا. بيقول كمان واحد كريستوف كوخ هو رئيس الالين انستيتيوت اوف برين ساينس ان سياتل، رئيس اكبر مؤسسه بتتعامل بابحاث الدماغ. بيقول لهم انه هذه مجرد شويه لحمه بشوربه. طيب. كاتبها هون. في اعتراضات كثيرة. هذا نسيج كتر الله خيرهم وصلوا لمرحلة من انه عندي نسيج انا بقدر ادرس ادويتي عليه، بقدر ادرس الممارسات عليه. عندنا امراض الزهايمر، عندنا الشلل الرعاشي يلي هو الباركنسون، حتى الاوتيزم يلي هو التوحد. ولكن ليس هذا شيء ايجابي دكتور عصام؟ طيب ليش تروحي وتزرعي أنسجة؟ أنا بدك أنسجة بشرية موجودة. عندك أنسجة بشرية من عمر يوم، من عمر ساعة، لعمر 9 أشهر يلي هي الأجنة الميتة. ليش أنا أروح وأعمل شغلات بحرمها الأخلاق وبحرمها الدين وبحرمها لحتى أوصل على أوكي منوقف هون خير وبركة. بس ما حدا يفكر يروح باتجاه استنساخ دماغ. أليس هذا ربما يعني بعض يقول بأن ربما فكرة على الأمد البعيد في موضوع زراعة الأعضاء، لأنه موضوع زراعة الأعضاء ربما موضوع يعني معقد، لأن هناك الكثير من الأعضاء التي إن تم زرعها لا يستقبلها ربما الجسم الجديد، وبالتالي هذا ربما على المدى البعيد. حلم العلماء دكتور في الأخير هو استنساخ، أو ربما ليس استنساخ، أو ربما تكوين أو زراعة عضو من خلية الإنسان. موجودة وبشكل جزئي وبشكل محدود. اوكي، بشكل محدود. ورغم هالشيء هذا محبس جدا، وراح يصير هالامور بيزرع اذن، بيزرع قلب، بيزرع بس دماغ يستحيل. في عندك شبكه معقده جدا من الارتباطات العصبيه، عندك شبكه حساسه هرمونيه بتمشي لك بتنسق لك كل هرمونات الجسم، كل خلايا. هو الكمبيوتر هذا الدماغ. ولحديت هلا حتى دكتور أنند يلي عمل هالتجربه بالمنشور عنها، حتى هو بيقول هذا is not a functional. لسه أنا بدي شرايين، لسه أنا بدي طبعا الكثير من الأعضاء كأنسجة. نعم، بس ما حدا يقول إنه وصلنا وعملنا. نحن يا بشر عملنا دماغ بشري. هذا يستحيل. لحديت هلا لا. بدي اسالك، عندك جنينه بالبيت؟ دكتور انا اعتذر لكن لضيق الوقت يعني هذا موضوع كبير ومعقد كتير. كنت اود ان يكون لدينا الوقت اكثر، لانه هناك الكثير من الدوائر في هذا الموضوع. اود ان اشكرك جزيل الشكر استشاري الجراحه العصبيه الدكتور عصام الخوري. شكرا جزيلا لك، اعذرني على المقاطعه. شكرا يا اختي، ما اعرف. شكرا.